السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أصدقائي أحبائي في الله. يعني أنا سلكت صغيرة على قدي ومربي فيها، يعني لسه مبتدئ. يعني مربي كام جوز بلدي على قدي كده والسبب في ده ابني، ربنا اللي يعلم. ابني وواحد زميلي يعني كمان اداني زغلول حمام كده عزيز على قلبي بصراحة. ربيته على ايدي وطلع على ايدي، وهو اللي خلاني ان انا اخش في موضوع الحمام ده. غير كده انا يعني ما كنتش اخش في الموضوع ده اصلا. حتى انا ما عندي عيون بس ما عنديش حمام او مستويات، او لا ما عنديش حاجه زي كده. مربي شويه بلدي على قدي، كام قص كده على قدي. يعني هنا معانا زغاليل اهي، لسه عمري 25 يوم. ابوهم اهو قاعد على حصى بردك. لسه الزغلولين دول بردك فريخهم، قلت اسيبهم بردك للنشا نشهم، والزغلول ده بردك معاهم. وفي تاني بردك زغلولين بلدي، بس دول هذبحهم يعني. مش هيقعدوا برضك. وكنت طالع النهارده برضك، يعني هو ده اول فيديو ان شاء الله، وان شاء الله نتواصل مع بعض على طول. وهوريكم اللي خلاني حبيت الحمام. بندق. ادي بندق ووجع. ووجع قلب بندق. تعالى بندق. بندق ده كان زغلول عمره بالظبط 4 ايام ساعة ما خدته من واحد زميلي عنده حمام. هو مش حاجة مستوى، بس فرد حمام عزيز على قلبي بصراحة، يعز عليا، فعشان كده بسببه هو حتى حبسه عشان اعمل بيعمل نوش مع الحمام يعني. بيطلع بيخرب الدنيا بيسكتش. يلا وان شاء الله برضو يعني الايام الجايه في جديد، ونجيب برضو حاجه تاني كده مستوى وأعلي من مستواه تاني، وان شاء الله كله خير، واللي مع ربنا ما بيغرقش.